السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. معكم أحمد المزروعي. اليوم بنسولف عن الفن وتأثيره على الصحة النفسية وممارساتنا اليومية. ونحن اليوم محظوظين أن معنا الفنانة التشكيلية أشواق عبد الله. يا مرحبا السلام. مرحبا يا أحمد. احنا نعرف أنه في وايد أنواع للفن. شو أنواع الفن وشو أثرها على المجتمع؟ في البداية شكرا أحمد على الاستضافة. أنا يشرفني أني أكون معك اليوم في هذا البودكاست. بالنسبة للفنون التشكيلية طبعا متنوعة، أهمها فن الرسم والتصوير والنحت. الفنون الرقمية أيضا تندرج تحت الفنون التشكيلية. الفن أداة للتعبير عن مشاعر الإنسان بشكل مرئي، فمعظم الفنانين تكون عندهم مشاعر معينة أو قصص معينة يترجمونها لأعمال فنية. أول شيء شكرا على الإجابة. ثاني شيء الحين احنا حكومتنا وقيادتنا الرشيدة دائما ما تهب باستقطاب المواهب ودعمها القوي لهذه المواهب. تقدر تعطينا كلمة عن هالشيء؟ أكيد، مثل ما ذكرت نحن محظوظين أحمد بقيادتنا الرشيدة. يعني أنت تشوف أن يدعمون المواهب في شتى المجالات، مش بس في الفنون التشكيلية، سواء كان رياضة أو في مجال الكتابة والتأليف أو مجال الصحافة. بالنسبة للفنون التشكيلية صار تركيز أكثر، خصوصا المواهب الشابة. صارت في ورش عمل أكثر، صار في معارض للفنانين الناشئين، صارت هناك مراكز للتوعية ونشر المعلومات، أيضا المصادر الموجودة لتثقيف الفنانين. فأتوقع الحمد لله يعني نحن عندنا كل الوسائل بحيث أن نصقل هذه المواهب ونحافظ عليها لتتميز إن شاء الله في المستقبل. من وجهة نظر يعني الحين تشوف أن الفن له أثر كبير في الصحة النفسية؟ طبعا، لأن شوف أحمد، كثير من الناس صعب عندهم يترجمون مشاعرهم بالكلام، خصوصا الأطفال. يعني صعب على الطفل أنه يقول لك مشاعره وأحاسيسه. فكثير من المختصين يستخدمون الفن كوسيلة للتعبير عن مشاعر الأطفال، بحيث أنه يقدر يحدد نفسيته وممكن يعرف الحالة النفسية اللي يمر فيها هذا الطفل عن طريق رسم بعض الأشكال أو استخدام ألوان معينة. فمثل ما نوجد عندنا الحين العلاج بالفن، وأيضا التعبير بالرسم عند الأطفال وسيلة لمعرفة الحالة النفسية اللي يمرون فيها. الحين من متى بديتي بالرسم؟ ومن اللي شجعش على تطوير هذا الشغف؟ ومن وين تستلهمي هذه الرسمات؟ أنا لاحظت أني أحب أرسم في وقت مبكر من عمري. يعني يمكن طفلة كنت دوم أحاول أشخبط بالألوان وأرسم. طبعا بدأت الموهبة واضحة وقت الدراسة في المرحلة الابتدائية. لاحظوا المدرسات المادة الفنية أن خطوطي واضحة، ألواني مميزة، رسمي مختلف. فطلعت الموهبة واهتميت فيها، وطبعا قدموا لي الدعم كثير في المشاركة في المسابقات المدرسية، الممارسة، المعرفة. كثر ما أقدر كنت أحاول أتعرف على أساليب جديدة وأبتكر أشياء مختلفة أو أبتكر أساليب مختلفة في الفنون بحيث أنه أتطور من مهاراتي. بالنسبة للداعمين طبعا البيئة المحيطة لها دور كبير، سواء كان في المنزل، الأسرة، أو المدرسة والمدرسات وتقديم الدعم والمعلومات. الوسائل الموجودة أيضا، المعارض الفنية لها دور كبير. بالنسبة سألتني عن الإلهام أو الاستلهام بالنسبة للأعمال الفنية، مختلف، لأن الفنان دائما يمر في تجارب. أحيانا الطبيعة لها دور كبير، رسم الجبال أو الشجر أو البحر،
إذا كان أنا جدا أحب الطبيعة فأعكس هذه الأحاسيس في أعمالي الفنية، أو قصص مرت علي، أو حالة اجتماعية نمر فيها كمجتمع، أو الأحداث السياسية والاقتصادية. كل هاي الأشياء تأثر في إلهام الفنان بحيث أنه يطلع فكرة للعمل الفني. اليوم الدراسات تقول أنه تقدر تستنتج صحة الطفل النفسية من الرسم. هل ممكن تعطينا خلفية بسيطة عن هالشيء؟ بالتأكيد أحمد، كثير من المختصين صاروا يستخدمون الفنون كأداة لمعرفة الحالة النفسية اللي يمر فيها الطفل، لأن الطفل صعب يعبر عن مشاعره وأحاسيسه، فبالتالي ممكن يرسم أشكال معينة، ممكن يستخدم ألوان معينة. فممكن هذه الأساليب تساعد المختصين أنه يحلل شخصية الطفل أو الظروف اللي يمر فيها. هو مشابه للعلاج بالفن، وسيلة يستخدمونها في الفترة الأخيرة. فأتوقع أفضل طريقة للناس اللي ما تقدر تعبر عن مشاعرها والحالة اللي تمر فيها. صحيح، الأطفال غالبا ما يقدر يتكلم بأريحية. طبعا إذا صعب. ما نشأ في بيئة أنه يروح مجالس يختلط مع الناس، فبيكون على الأغلب ما يقدر يعبر بالكلام. الحين هل الصحة النفسية تأثر على الفن؟ وهل أنت تقدر ترسم في أي وقت؟ طبعا الصحة النفسية ونفسية الفنان له دور كبير في أو ينعكس على إنتاجه. بالنسبة لي أنا شخصيا أحمد، يعتمد كثير على الحالة النفسية اللي أمر فيها، ظروفي، الوقت المتوفر، البيئة، الأفكار الموجودة. كل هاي الأشياء تأثر على العمل الفني. يعني ممكن تشوف وتحس من العمل الفني إذا كانت نفسية الفنان، إذا كان سعيد، إذا كان حزين، إذا كان مرتاح، عن طريق عن طريق اختيار الموضوع للوحة الفنية. إذا كان سعيد بيختار شيء أكيد مفرح. ممكن تعرف عن طريق الألوان اللي يستخدمها، الأسلوب. كل هاي الأشياء ممكن تشوفها عن طريق الأعمال الفنية، الرسالة اللي بيوصلها. فطبعا نفسية الفنان لها تأثير كبير على أعماله الفنية. الحين احنا عرفنا انه انتي بتشاركي في منتدى الشيخ فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة لتناول موضوع الصحة النفسية. صحيح. شو التجهيزات وشو الأشياء اللي محضرتنها عشان تطلعي بشكل مميز في هذه المشاركة؟ في البداية أنا صراحة شاكرة القائمين على المنتدى على دعوتهم الكريمة، ويشرفني أني أشارك في هذا المنتدى المتميز. في تجهيزات طبعا لورش عمل. بتكون عندي ورشة عمل تتكلم عن تأثير الفنون على الصحة النفسية. في مفاجآت إن شاء الله ما بنعلن عنها الحين، بس إن شاء الله بيكون في ورشة عمل وفي ناس والحضور إن شاء الله بيستفيدون منها. في إطار هذا المنتدى الحين رسالة حابة توصلها للأهالي. شوف أحمد، تجهيز المنتدى سلط الضوء على دور الأسرة اللي هو جدا مهم في دعم المواهب. الطفل لما تكون عنده موهبة معينة، الأهل يجب أن يهتمون فيه ويعطونا مجال أن يحافظ عليها ويصقلها. يجب أن يقدرون هذه الموهبة، يساعدونه أن يحاول كثر ما يقدر ينمي موهبته، يتعرف على أساليب معينة بالنسبة للفنون. يجب أن يوفرون له كل الأشياء اللي تساعده أنه يستمر في مجال الفنون، من خلال زياراتهم معالي المعارض أو المتاحف، تعرف على أساليب جديدة، تقدير جهوده وإنجازاته. لأن الموهبة إذا بدت من الصغر يجب المحافظة عليها والاستمرارية. بدون الأهل ودعم الأهل والمحيط اللي هو فيه، صعب أن يواجه هذا الطريق الطويل للنجاح بروحه. فالأسرة لها دور كبير في دعم مواهب أطفالهم، وأنا أتمنى أن يركزون أكثر ويشوفون كل طفل لازم تكون عنده موهبة معينة أو حب أو شغف لمجال معين، لأنه جدا يساعده للحفاظ على الصحة النفسية في حياته. أكيد دور الأهل لا يتجزأ من نجاح
كل أي فنان في العالم. شكرا أستاذة أشواق، استمتعنا جدا اليوم في هذا البودكاست، ولو تعطينا كلمة أخيرة. شكرا أحمد. أنا حابة أقول لكل أسرة، في البداية حكومتنا الرشيدة طبعا، وعلى رأسهم الشيخة فاطمة الله يحفظها أم الإمارات، دعمت الأسرة وتمكن الطفل والمرأة. فأتمنى كل أسرة تتخذ الفنون وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية والتركيز على مواهب أطفالهم وشغفهم، وإن شاء الله أتمنى لهم الصحة والسلامة.